مؤمنين أحمد مصطفى، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اتشرف باسم حضرتك. محمود. أنا أستاذ محمود، استفسار حضرتك بخصوص الرقم ده رقم تاني يا فندم. ان شاء الله يا فندم. تاني استفسار حضرتك بخصوص يا فندم. الاول يا فندم، بس انا كنت علمت بس ان الاستاذ نجيب سويرس كان اخطأ فينا، بس فانا كنت عاوز بس اوقف الخدمة. تمام حضرتك يا فندم، أنا يعني هحاول أوضح لحضرتك حاجة. اتفضل يا فندم. حضرتك طبعا يا فندم يعني ليك حرية الاختيار. تمام. تمام. الباشمهندس نجيب سويرس يا فندم على حد علمي هو أحد المساهمين، لكن هو يا فندم مش صاحب الشركة. دي شركة مؤمنين، شركة مساهمة مصرية يا فندم. تمام. بس على حد علمي حضرتك على يعني حد على اتفضل يا حد فندم. على حد علمي انا يا فندم، ان مش كل حاجة فيها هزار. بمعنى صح، ان حتى لو هو ليه جزء بسيط في الشركة دي، او ان هي فعلا شركة مساهمة مصرية، فلازم يحافظ عليها. مش شرط ان طبعا. هو كل يوم بقى يطلع لي بحاجة ويقول اصل انا بهزر ومش انا بهزر، ويطلب اضطهاد والكلام ده كله اللي احنا عارفينه. احنا كمسلمين بنعتز جدا يعني باخواتنا المسيحيين، مفيش اي مشكلة. لكن المشكلة ان احنا ما نطلعش نستهزأ بالدين ونقول احنا بنهزر. فانا كمان بعاوز ابعت له رسالة بقول له طب انا كمان بهزر وعاوز اقطع الخدمة بتاعت مؤمنين. يعني طبعا دي حرية شخصية لحضرتك، وحضرتك